السلام عليكم. يا جماعة ركزوا معايا في اللي هقوله. الموضوع مش مجرد حفلة 100 مليون شكرا. احنا بقالنا ايام عايشين في نشوة المونديال والفرحة باللعيبة. احتفال كان رائع، والنار اللي بيطلع في الجو ده والصواريخ اللي بتفرقع. انا كنت خايفة على اللعيبة لا يجيلهم حاجة من الحاجات اللي بيعملوها دي، بس كان احتفال جامد قوي، شغل عالمي يعني على صغير. بس اللي شفناه النهاردة كان حسام حسن وهو بيدمع في وسط اللعيبة وهما بيتفرجوا على البرومو اللي كانوا عاملينه، أو قول لقطات من تدريباتهم على ماتشات كأس العالم. تحس إن في حاجة. هل هو حزين على إن هما ما كملوش؟ كان قدامهم خطوات تانية ممكن يمشوها، لكن وقف بيهم الطريق لغاية هنا. هل هو حاسس إنه قصر؟ هل هو فرحان باللي وصلوله ودي دموع الانتصار، ولا هو حزين إنه ما كملش؟ هي الحكاية إيه؟ هي كانت دموع راجل كان بياكل النجيلة بروحه قبل رجليه، واقف بيعيط. راجل تعب وشاف العجب. ده كفاية إنهم النهاردة بيقولوا إنه الفجر كان بيعمل عملية قسطرة قلب، والموضوع كان في هدوء خالص. وبالرغم من ده ما تأخرش على الاحتفال بالليل، وراح ووقف ورقص مع اللعيبة ومع أسرهم، وكمان حيا الجماهير الكتير اللي كانت موجودة في الاستاد. بالرغم إن هو لسه عامل عملية وطالع منها، لكن ما تأخرش على الاحتفال. بصيت كده بعناية يمين وشمال، لقيت في ناس ما حضرتش. تفتكر مين؟ الملك محمد صلاح مش موجود. ليه؟ ما جاش ليه؟ ده غير بقى كمان في عمر مرموش، محمد الشناوي، محمد هاني، وفي ناس تانية كتيرة. لكن الناس دي لو اتحطت اسمائهم في اي مكان هيولع. للأسف مش موجودين. الناس في الشارع بتقول ان صلاح زعلان، ان مرموش اخد على خاطره. قعدت افكر كده من غير ما نرمي اتهامات ولا ندخل في دراما ملهاش لازمة. لو بصينا كده للموضوع، نمسك خيط صلاح الأول. صلاح مش مجرد لاعب، ده مؤسسة ماشية على رجلين. هو ممكن يكون غيابه عشان الظهور الإعلامي ليه تمنه. مش بعيد النجوم اللي في ليفل صلاح جدولهم مش بالدقيقة، بالثانية. يمكن يكون في التزامات تعاقدية، يمكن يكون في إدارة ظهور، يعني هو برضو ليه هبته. ده نجم عالمي، والفيفا احتفلت بيه وحطوا صورته من ضمن العظماء اللي غادروا المونديال، وحطوا كده ليهم زي انيميشن او صور بتتحرك على انه واحد زيه زي نيمار وكريستيانو رونالدو. فالراجل ده اللي صاحب الهيبة دي هيبقى موجود في احتفال شعبي؟ احتفالات الرسمية اللي راح فيها عند السيسي راح وسلم على الرئيس وحضر، لكن ممكن يكون عدم حضوره النهاردة هو إن مش ما ينفعش إن نجم بالمستوى ده يكون ظهوره كتير ومكرر بالشكل ده. كل حاجة ليها حساب، كل حاجة ليها تمنها، كل حاجة وليها وقتها. الهيبة ليها تمن، الهيبة ليها وقت تظهر فيه وتختفي فيه، مش أي وقت يبقى موجود، عشان ما يبقاش حتى كارت محروق. في ناس بتقول إن احتفال جماهيري زي ده ممكن يستهلك من هيبة النجم اللي بيحتفظ بطلته للحظات معينة. تفتكروا هو ترفع؟ بس ما اعتقدش طبعا ان هو ترفع. لا لا لا، محمد صلاح وطني من الدرجة الأولى. محمد صلاح واحد من ولاد مصر، ودايما كان فخور بأنه هو بيظهر في وسط المنتخب، وبيتكلم دايما بأنه فخور أنه مصري في أي مكان، حتى لما كان في ليفربول. لكن هو الموضوع ممكن يكون حسابات شخصية، حسابات تجارية، ظهور الإعلامي ليه حساباته الخاصة. ما ينفعش أنه هو يبقى موجود في كل مكان، وخصوصا انه ظهر في حفلة في العالمين، وكان يعني نوع من انواع ان هو الاستشفاء من التعب الرهيب والتركيز اللي كانوا فيه ايام كاس العالم. يا جماعة انتوا متخيلين يعني ايه كاس عالم؟ ضغط عصبي يهد جبال. صلاح والشناوي وهاني عاشوا معسكرات ومباريات ومناوشات اعلامية في المونديال. يمكن غيابهم ده مش عدم اهتمام، يعني ممكن نقول تفريغ شحنة. الواحد منهم محتاج يقعد مع نفسه بعيد عن 100 مليون اللي بيحبوهم وبيموتوا فيهم، عشان يرجع بني آدم من تاني.
وبعدين عمر مرموش بصراحة كان فيه تعليقات كتيرة اتقالت عليه، يمكن يكون زعل من التعليقات دي ورجع للنادي بتاعه في انجلترا، محدش عارف. مرموش بيتقال عليه انه ملعبش بالمستوى اللي بيلعب بيه في مانشستر سيتي، ويمكن الكلام ده زعله، وناس قالت عليه انه اناني وبياخد الكرة لوحده ومش بيساعد صحابه ولا حتى بيباصلهم يدخلوا جون، وبياخد الكرة بينفرد وفي الاخر الجون بيروح. وناس تانية هجمته هجومات كتيرة قوي، واتقال عليه انه كان خايف من الاصابات فكان بيخاف من الاحتكاكات وكلام من ده كتير. يمكن الكلام ده اللي زعل عمر مرموش، محدش عارف. بس الاكيد ان عمر مرموش ما حضرش النهاردة الاحتفال ده، سواء بقى ان هو زعل، سواء ان هو اختفى من الظهور الاعلامي، سواء ان هو بقى بيستجم شوية على شواطئ بقى العلمين ولا الساحل ولا ايا كان المكان فين، يمكن يكون مش موجود في مصر كمان. لكن محمد هاني فين؟ برضو مش عارفين، يمكن هو كمان بيصيف، ويمكن يكون غيابهم خطة. ايوه خطة، عشان يخلوا التركيز يروح للوجوه الجديدة اللي لمعت في البطولة، عشان المشهد ما يبقاش صلاح شو. ممكن جدا يكون في اتفاق ضمني ان النجوم الكبار يخلوا المساحة لزمايلهم الصغيرين ياخدوا فرصتهم في التكريم قدام الناس، عشان ما حدش يحس ان الفريق هو شخص واحد، محمد صلاح. اصل لو ظهر الكاميرات هتركز عليه هو والباقي مش هيتشاف. طب وليه؟ كلهم نجوم وكلهم تعبوا في المونديال وكلهم لهم حق التكريم. انا متخيلة صلاح دلوقتي قاعد في مكان ما في العالمين، ماسك موبايله بيشوف الحفلة وبيضحك، أو ممكن بيتعشى ملوخية ويقول يا جماعة عزبوني أعيش ليومين. بجد إحنا أحيانا بنضخم الأمور وبنخليها حرب عالمية تالتة. هما يمكن يكونوا بس عايزين يوم من غير تصوير، يوم من غير سيلفي، يوم من غير معجبين، يوم من غير ما حد يسأله يا كابتن هنعمل إيه في الماتش الجاي. أقول لكم على حاجة، صلاح عنده حكمة وعنده هدوء في تصرفاته. يعني لما كان بيتسأل في صحافة أو في إعلام كان دايما كلامه محسوب بالشعرة، ولما سألوه على الحكم بتاع الأرجنتين، ماتش مصر والأرجنتين، قال لهم أنا مش هتكلم عشان ما أخشش في مشاكل. هو ليه حكمته في الردود، ليه حكمته في التصرفات، وممكن يكون إنه ما حضرش الحفلة النهاردة ليه حكمة في كده. محدش عارف إيه اللي بيحصل جوه دماغ اللعيبة بعد ما الكاميرات بتطفي. سيبكم بس، شفتوا إمام عاشور وهو بالنضارة؟ شكله حلو جدا، تحسه دكتور في الكورة، يعني هي لاقي عليه كده. النضارة ازاي يا باشا مع الاجوان؟ هتقع منك وانت بتجري، خلي بالك، اربطها باستك ولا حط لها سلسلة. بصراحة شكلهم يفرح القلب. 100 مليون شكرا فعلا للمنتخب اللي تعب. دموعهم النهاردة وهم بيتفرجوا على الفيلم اللي اتعمل ليهم عن لقطات كاس العالم فعلا تأكد الناس دي تعبت قد ايه. الناس دي بتشوف قدامها لحظات بتعدي، لكن هم كانت بتعدي عليهم كأنها سنين، كلها تعب، مسؤولية كبيرة حطوها على كتافهم وتعبوا عشان يوصلوا للمرتبة دي. ولولا الظلم ولولا كان حاجة تانية، ويمكن وصلنا لمراحل محدش يعرف كنا ممكن نوصل لفين. لكن في الآخر هي بيزنس، سياسة، تجارة. اللعب مش لعب كورة وبس، المواضيع داخلة فيها حاجات تانية كتير. واستنونا في الحلقة الجاية هنقول لكم ليه الأرجنتين هي اللي هتاخد كاس العالم، وهنقرأ معاكم الماتشات اللي جاية هيبقى ايه حكايتها. اقول لكم على حاجة، حكم مصر والأرجنتين بتاع الماتش اياه اتمنع انه يحكم اي ماتشات تاني في كاس العالم. وسلم لي على فرنسوا. اسيبكم في امان الله، السلام عليكم.